اضطريت انه اجي لمصر هنا وابحث عن علاج، لكن تقريبا ما حصلت علاج. كان كل دكتور يقول لي كلام، واللي يقول لي مفصل صناعي، واللي يقول لي علاج تحفظي مع انه انا قد سويت علاج تحفظي وما نفع. الموضوع بدا يتطور، صار الالم لين عرجه. لما بدات العرجه من بعد الالم ب3 شهور بديت احس الوضع مو طبيعي، انه اروح للدكتور واشوف افحص. قال انه عندك ألم في التهاب في مفصل الحوض، أدى إلى تآكل. والحمد لله يعني بعدين اكتشفت الدكتور ياسر رضا عن طريق خالي الله يرضى عليه. أنا وقت ما جيت الدكتور ياسر رضا يعني حالتي كانت مرة متأزمة، فكان لازم أشوف حل. فالدكتور ياسر رضا عرض لي مفصل صناعي، فقال هذا هو الحل الأخير، يعني مالك من اللي يقول لك علاج تحفظي، يقول لك أشياء ثانية. بديت أفكر مع نفسي، مع أني كنت خايف من العملية، يعني الصراحة مرة خايف إني أسوي مفصل صناعي، لكن لفيت أكثر من دكتور، اللي كان يقول لي كذا وفي علاج، واللي كان يقول لي ما في علاج، واللي ليه ما جيت عند دكتور ياسر رضا. والحمد لله طمني جدا، يعني حتى أنا ارتحت له، حتى أبوي ارتاح له برضه. والله الصراحة أنا قبل العملية كنت جدا خايف، طبعا شيء طبيعي. دخلت أنا غرفة العمليات وأنا مخدر، طبعا يخدروه قبل لا تدخل الغرفة، وبعد فترة اللي هو مثلا 7 ساعات تبدأ تمشي، حتى يخلوك تمشي في الممر، وبعدها بيوم كامل خلاص الوضع طبيعي. أول أسبوع طبعا حتكون تمشي بالمشاية عشان العضلة معك ضعيفة. ثاني أسبوع حتبدأ خلاص تمشي بالعكاز. ثالث أسبوع يعني ممكن على حسب جسم الإنسان، يعني تقريبا خلاص، وبعد شهر تبدأ تمشي طبيعي. العكاز يعني بيكون أمان لك، بس انه دحين طبيعي انا جدا 100%، حتى اروح اقدر وامشي وارجع وضع طبيعي. وبعد 3 شهور زي ما قال الدكتور، اللي هو 2 من الان، يعني لسه انا يبغالي وقت برضه شوي، يمكن 3 شهور وارجع طبيعي جدا اجري وامشي. وحين في اشياء ممنوعه، زي مثلا انه اثني ركبتي لورا، كان في تمارين، ادويه تلتزم فيها طبعا. والحمد لله اليوم انا امشي بدون عكاز حتى. بس انت لازم تكون ملتزم في الادويه وفي التمارين اللي يعطيك اياها الدكتور. انت عايز تسوي عمليه، خليك في الامان وخليك في المضمون.